سيدتي وسادتي، الأمانة العامة لشباب الصعيد تلتقي مع الأستاذ خالد بربري مدير المدرسة المهنية أحمد عرابي الإعدادية بالغردقة. أستاذ خالد، أنا عرفت إن المدرسة بتعلم سباكة ونجارة وكهرباء، يعني في مستقبل للصناعات الحرفية مع الطلبة هنا معاكم في المدرسة، فعايزك تدي فكرة للناس، لأن الناس واخدة فكرة إن المهني يبقى خلاص الطالب كده خد طريق وحش. أنا عايزك تصحح الفكرة عند الناس وعند. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أتشرف بلقاء في هذا اليوم في هذا المكان تمام الذي يتشرف به كل معلم على مستوى الجمهورية. بالنسبة لمدرسة أحمد عرابي الإعدادية المهنية تمام، المفهوم عنها خارج المحافظة أو خارج الوصل لأولياء الأمور مفهوم خاطئ، لأن هنا الطالب بيجي يتعلم عندنا حرفة، في سباكة وفي نجارة وفي كهرباء تمام. بس احنا يعني في الوقت الحاضر حاليا دلوقتي بالنسبة للورش والحاجات دي غير مجهزة كامل يعني تمام، لأن الطالب هنا جاي يتعلم، بيتعلم ايه؟ بيتعلم حرفة، وهو جاي أصلا من بره متعلم حرفة. فالطالب هنا ممكن ما يجيش عندنا مثلا، يعني يجي عندنا فترة ويشتغل فترة بره تمام. ولو وجدت لو سيادتك جيت في المدرسة في يوم من الأيام كده تمام، هتلقى جميع الطلبة هنا عندها حرف مش موجودة مع دكاترة أو مهندسين بره متخرجين من كليات. يعني أنا صادفت الطالب من ضمن الطلاب هنا في المدرسة إن هو جاء وكنا عايزين نصلح الأجهزة بتاعت المدرسة، الكمبيوتر والدش والتوصيل. فالطالب مسك الجهاز كله وبرمجه، وفي عندنا سباكين وفي حرفيين وفي ميكانيك عربيات تمام، كله يخطر على بالك. لكن المفهوم اللي طالع برا المدرسة خاطئ، إن طالب المهني بيعتبروه طالب إيه؟ غير مؤهل. لكن هو جاي من برا من المدرسة العام، سقط في مادة أو اتنين، فبيجي يحول عندنا فين؟ في المدرسة المهنية. هو بيسقط في المدرسة العام سنتين، يروح يحول على المدرسة إيه؟ المهنية، أو سقط في 6 ابتدائي سنتين بيجي هنا عندنا في المدرسة المهنية تمام. إحنا هنا بنهيئ له الظروف وبنساعده ليه؟ هنا الطالب يعتبر زي يعني إيه؟ يعني ابني من أبنائي، فأنا عاوز أساعده، لأن هنا لو سقط عندي سنة بيطلع بحكم القانون. حكم القانون ده يوصل ثالثه اعدادي وبره المدرسه، بعد كده ملوش تكمله. لكن اللي بيطلع من عند هنا بيروح الصنايع زيه العام بالظبط تمام. وحاليا في العام لو بصيت استاذ احمد، اللي بيجيب 150 في 150 نص المجموع بيدخل صنايع مهني. ده صحيح. ده الاخصائي الاجتماعي العامل النفسي للطلبه دول هم صغيرين موجود هنا وبيتفاعل. فعلا عندنا احنا الاخصائي الاجتماعي والأخصائية الاجتماعيه هنا مع البنات، والاخصائي الاجتماعي مع الاولاد، ان انا بتفاعل معهم بكل التفاعل، وبناخذ الطالب على قد عقليته، لان هو جاي من بره اصلا، يعني فاهم ان المدرسه، او جاي من بره المفهوم اللي جاي معاه خاطئ ان المدرسه دي لا تفعل، ولكن المدرسه مفعله سواء هنا او في غارب او سفاجه او في القصير تمام. وفي كل يعني سيادتك انت بصيت على الورش عندنا جوا المعدات كلها موجوده، جميع النجاره والسباكه والكهرباء، والطالب بيجي اصلا من بره عايز يتعلم مهنه تمام. ومن فتره سيادتك حضرت المؤتمر اللي كان في قصر الثقافه تمام، والحضر المستشار والمدير العام ومدير الاداره، وشافوا مستوى الشغل اللي عملاه، وكان موجود الاستاذ ابو الحسن عندنا في المؤتمر راي، وشافوا شغل المهنيه تمام. بس احنا اللي بنطلبه في الوقت الحالي تمام تزويدنا او تزويد احتياجاتنا بالمعدات اللازمه لتشغيل الطالب. التربيه والتعليم في البحر الاحمر بتقدم ايه لطالب المهني؟ بتقول له كل العون المطلوب. يعني احنا بنطلب اي احتياجات بالنسبه للطالب المهني. استاذه نوره الاستاذه نوره يعني بتفعل معنا في كل حاجه، بنطلب اي حاجه بالنسبه للمدرسه، بالنسبه للامتحانات تمام، بيبقى في استجواب بسرعه على طول تمام، ومفيش اي عقوبات بتقابلنا من صالح التربيه والتعليم. استاذ نوره والاستاذ محمد ابراهيم متفاعلين معنا بالتليفون. الراجل الاستاذ محمد ابراهيم بكلمه بالتليفون، عاوز 1 2 3، الراجل في ثواني يقول لي حاضر يا استاذ خالد اللي عاوزه انا تحت امرك تمام. هل المميزين مثلا طالب طالع مميز في تكريم ليه من الاستاذه نوره والاستاذ محمد ابراهيم، ولا انتوا يعني انا مش عايز اقول ان والله يا استاذ احمد بالنسبه للمدرسه المهنيه نطلب من الاستاذه نوره والاستاذ محمد ابراهيم الاهتمام بالمدرسه المهنيه، ده طلب يعني خاص من مدير المدرسه للاستاذه نوره والاستاذ محمد ابراهيم تمام. احنا عندنا طلب تكريم مثلا تكريم تمام، عندنا طلبه هنا احنا كويسه كل التكريم بس ناقص التكريم، لان عندنا طلبه فعلا كويسه جدا. يعني في طالب هنا بيجي من بره سقط في ماده عشان نص درجه في الانجليزي او في الرياضه او في العلوم او في الدراسات، لكن هو مستواه كويس
بس في المدرسه العام تمام ما وجدش الاهتمام بالنسبه او خارج المدرسه بالنسبه للطالب او في البيت نفسه. تمام. بالنسبه في الوقت الحاضر احنا بالنسبه لاولياء الامور في الوقت الحاضر اللي احنا فيه، اهتمام المعيشه او الاهتمام بالمعيشه بيجي اكثر من الاهتمام بالعمليه التعليميه. تمام. انت والمدرسين هنا انا شايف في نشاط كويس يعني، بس عايز اسالك على حاجه. ايه التفعيل اللي انت بتعمله انت والمدرسين عشان توصل الصوره الصحيحه للمدرسه المهني في ذهن الطالب وفي عقل الطالب، انه يوصلوا الفكر الصحيح بالنسبه لاجتماعاتك مع المدرسين؟ بالنسبه احنا هنا المدرسه كلها المدرسين كاخوه زملاء كلهم متفاعلين، كلهم متجاوبين معي في اي حاجه اطلبها منهم. وسيادتك لو تقدمت من ساعه كنت حضرت معانا الطابور، كان في لا يقل عن 400 طالب في المدرسه، امتحانات العمل اللي عندنا النهارده. تمام. وشغلنا الطابور النهارده وتحيه العلم وصورناها برضو مع الاستاذ صالح وكانت شغاله حلوه جدا. تمام. وفهمنا الطالب يا بابا انت هنا ما فيش فرق بينك وبين المدرسه العام، انك انت في مهني. لا، في ناس هنا من المدرسه المهنيه دخلت الصنايع ودخلت كملت بعد كده جامعه مفتوحه او دخل كليه هندسه من الصنايع قسم كهرباء. تمام. بس الفكره اللي واخدها الطالب هنا ان هو يجي المدرسه وايه بيبص بالنسبه للنجاح. انت بتوصل للطالب يا استاذ خالد ان العلماء كانوا مهنيين، يعني العالم ده مهنه، عالم الذره بتبقى مهنه، عالم الفيزياء مهنه، صح. كل دي مهن. الدكتور مهنه، المهندس مهنه. ففي بارع بيطلع مثلا في النجاره، في السباكه، في الالكترونيات، في كل حاجه موجود فعلا. الطلبه دي بيزكوها ازاي؟ او مثلا طالب متميز، تمام، بتعملوا ايه عشان تحافظوا عليه يفضل في التميز بتاعه مثلا وينفع البلد؟ ممكن يطلع مخترع، ممكن يطلع حاجه جديده للبلد. احنا هنا بالنسبه في المدرسه بالنسبه للطالب المتميز، تمام، بالنسبه يعني المدرسين اللي بيدخلوا الفصول، تمام، الطالب المدرس او المعلم بيبقى اكثر تعريفا بالطالب المتميز داخل الفصل. تمام. فبيقعد معاه مثلا ايه مشاكلك في البيت او مشاكلك خارج البيت، تمام، بحيث انه يوصلوا ان هنا ايه في تعليم، انك انت يعني هتروح الصنايع وممكن بعد الصنايع تكمل لمرحله ثانيه اعلى. تمام. مش شرط ان تعليمك يوقف عند المدرسه المهنيه، لا، في كثير بره. انا اعرف ناس او اعرف طلبه كانت عندي في المهنيه هنا، يعني يا استاذ احمد فعلا انا بروح مصالح حكوميه، بروح النيابه، بروح المجلس، بروح المحافظه، بلقى طلبه من ضمن الطلاب اللي كانوا موجودين هنا وبدخل استاذ خالد واخر احترام وبيقابلوني. وفي طلبه اللي فاتح محل الكترونيات برا، واللي فاتح محل اجهزه كهربائيه، واللي فاتح يعني تصليح ورشه نجاره، كثير فعلا. وده على الواقع فعلا، انا والله العظيم ما بكذب في هذا الموضوع ده، هذا حقا انا شهادتي كثير. والطلبه هنا طالب اهم حاجه عنده التعامل مع المدرس، مش شد وضرب، لا، التعامل، كلمه كويسه بتاخذ من الطالب اللي انت عاوزه. في نهايه الحوار بشكرك استاذ خالد شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق. والله يا استاذ احمد انا سعيد بلقائكم النهارده في داخل المدرسه، واتشرف ان اكون على هذا البرنامج هذا اليوم. تمام. واقدم تحياتي وكل اعتزازي للاستاذ نوره والاستاذ محمد ابراهيم والقائمين على العمليه التعليميه، واولهم السيد المحافظ محافظ البحر الاحمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.